رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين. بنستضيف معانا الأستاذ شاهر نور الدين، طبعا اللي بيقدم البرنامج معايا. يا أهلا بيك. اهلا بيك. الله يخليك. والأستاذ إيهاب أول مرة يظهر على الشاشة، رئيس التحرير. يا أهلا بيك. أستاذ شاهر، حصل واحد حاجة صعبة قوي في مصر. أولا النهاردة مصر كلها بتحتفل بيوم جميل جدا، هو عيد ميلاد السيد المسيح. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. مصر كلها بتحتفل بهذا العيد. نعم. حب أعداء الخير يعكروا الصفوة على مصر يوم 1/1/2011 مع الدقائق العشرين الأولى من السنة الجديدة. نعم. لكن الشعب المصري كان أذكى وكان أقوى، وخرج في الشارع وقال يحيى الهلال مع الصليب. بسرعة الرئيس بحسه الجميل جدا، بوطنيته العالية جدا، قال بيان للأمة في أقل من ساعات قليلة. بعدها شفنا مناظر أجمل، فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الطيب الشيخ أحمد المبادرة الطيب، اللي عملها الجميلة دي، وفضيلة الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف، فضيلة الدكتور علي جمعة المفتي، يروح المقر البابوي عشان يقعدوا مع البابا شنودة ويعزوا الراجل ويواسوه ويقولوا المصيبة مصيبتنا والألم ألمنا واللي يحزنك يحزننا. وأجمل ما في الموضوع طلع مبادرتين جمال جدا، مبادرة من فضيلة الإمام الأكبر ووزير الأوقاف بيت العيلة، والمفتي قال دي محنة بس هنحولها إلى إيه؟ منحة جميلة جدا. وكل الوكالات أشادت بالبابا، قالوا هو رجل المواقف الصعبة. إيه رأيك كإعلامي وكصحفي وككاتب في هذا؟ اولا انا سعيد اني بطلع في البرنامج مع زميلي الاستاذ مجدي والاستاذ ايهاب رئيس التحرير، وبقول من خلال قناه الشباب اللي هي مناره القنوات الفضائيه، اللي حصل ده سياده المستشار يجب ان احنا نؤمن بانه ظاهره دخيله صنعتها وما زالت تغذيها اياد تخطط في الظلام. انا بقول لشعب مصر ان القضيه اللي حصلت في اسكندريه والحادث المؤسف ده مصر اكبر منه بكتير، والقضيه دي مش قضيه فرد او قلم، ولكنها قضيه تقول لاصحاب الفكر والرأي والأقلام، ويجب ان احنا كإعلاميين نتضامن مع الإخوة المسيحيين، ولأن احنا مؤمنين بالمهاترات دي ان هي من بره مصر مش من داخل مصر. استحالة مصري او واحد مسلم يعمل كده خالص. وهنبعد بعيد ليه؟ تعالوا نسألهم عن ضرب القنابل بالقطارات والميادين وقتل الأبرياء، نسألهم عن المؤامرات الأخيرة اللي تم تمويلها من الخارج لزعزعة الاستقرار في مصر، نسألهم من أين جاءوكم؟ اسألوهم يا شعب مصر من أين جاءوكم وأين هم منكم؟ اسألوهم ماذا جنت السواح اللي بينضربوا كل شوية دول؟ هل جزاؤهم القتل لأنهم جم مصر عشان يحققوا حلمهم برؤية النيل وشهامة أهل مصر وكرم ضيافتهم؟ هل جزاؤهم القتل؟ اسألوهم واسألوهم وقولوا لهم إننا نؤمن بسماحة الإسلام، ونؤمن بأن عدم العنف سلاح الشجاع، ونرفض الفتنة والتطرف واستغلال الدين، لأن قيمنا الإنسانية النابعة من تراثنا الإسلامي العريق ترفض كل أساليب القهر وكل صور العنف، لأن شعب مصر العظيم قادر، وأنا بعلنها من قناة الشباب، قادر وعلى الهواء مباشرة. شعب مصر العظيم والرئيس مبارك رب كل المصريين قادر وسيظل قادرا على أن يخلص مصر من كل شذوذ دموي وتطرف همجي يساعد الإنسانية والإسلام. قادر على أن يلم الشمل المصري. أستاذ إيهاب، ايه رأيك في اللي حصل؟ انت بصفتك كراجل اعمال اكيد بتتعامل كتير مع الاخوه المسيحيين. طبعا. وعلاقتي اولا احنا مش عاوزين نقول مسيحي ومسلم، نقول دي مصري مسيحي ودي مصري مسلم، عاوزين نأثر فينا كلمة مصر. طب هي كلمة مصر يا فندم مأثرة فيها ان العلاقة بين المسلمين والمسلمين والمسيحيين علاقة كلها طيبة. تبعت ايه رسالة للناس اللي فقدت اهاليها وذويها والضحايا ديت في ليلة العيد بتاعتهم؟ حادث مؤسف. اقول لهم ربنا معاكم وشعب مصر كله معاكم. ده احنا درع طبعا. انا بعلنها على الهواء مباشره، احنا درع كمصريين وكمسلمين، احنا درع للاخوه المسيحيين، وواقفين درع مع الرئيس مبارك ومع الحكومه المصريه، كلنا يد واحده، ويحيى الهلال مع الصليب. واحنا من خلال قناه الشباب بنحيي الوحده الوطنيه. اعزائي المشاهدين، احنا شعب واحد، وطن واحد، شعب واحد. انا هقول لكم حاجه بس صغيره خالص عشان تعرفوا اللي احنا مش ممكن ننفصل مع بعض. البابا شنودة الثالث هو رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العالم كله. لما اتولد في قرية سلام بأسيوط يوم 3 أغسطس، والدته توفيت، خدته جارته المسلمة
فضلت رضعته أكتر من سنتين متواصلتين، ترضع نظير جيد، وأصبح الآن هو رأس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمه بالرضاعة سيدة مسلمة. فهي دي مصر. ما عرفناش حاجة اسمها مسلم، ولا عرفنا حاجة مسيحي. ولو جالنا من فوق السنوات المفتوحة أو الأرض، مش ممكن هتفصل بيننا. اللورد الإنجليزي قال أنا ما أقدرش أميز المسلم بالمسيحي الا في حاله واحده، دي رايح الجامع ودي رايح الكنيسه. ليه يا باشا؟ ما هو في بس. ناس ماتت مسلمين في حادث ده الإرهاب أكيد. ده. في مسلمين طبعاً. ماتوا. اكيد. لا اختي كان وارد ان تكون دي امي طبعاً. ولا اختي، ايه امشي الم اشلاها والم لحمها عشان اعديها. الرصاص لا يفرق بين مسيحي ومسلم. حرب 73 اللي رفعت راسنا فوق في السماء، اليهود لما كانوا بيضربوا القنابل والرصاص، هل كان بينضرب على مسلم ويسيبه لا مسيحي او طبعاً. مسيحي ويسيبه مسلم؟ الدماء سالت. نعم. ياما كتير مسيحي بيتبرع دمه المسلم ومسلم يتبرع. احنا عاوزين نبطل النغمه دي ونقول احنا كلنا مصريين، وطن واحد، وبرضه اياكم شعب والمساس واحد. بامن مصر. اياكم والمساس بامن مصر. مصر بخير وهتفضل ليوم الدين بخير. وانا بشكر قناه الشباب ان هي تبنت في ثواني سرعان ما كل البرامج شجبت هذا الموضوع. بشكر سريعا الشعب يا استاذ المصري. شاهر، رساله تهنئه لاخواتنا وحبايبنا المسيحيين. مش عاوزين نقول اقباط، لان الاقباط دي تخص مصر كلها، مسيحي ومسلم. طبعا. نعم كلمه مصر يعني ابتي، تخص مسيحي ومسلم. نعم. والمسيحيين اللي في العالم كله مميزين باقباط، ودي فخرنا، هم المصريين فقط. مفيش حد بيلقب بهذا كل اللقب. سنه وانت طيب. وانت طيب. كل سنة. ايه الرساله توجهها لاخواتك وزمايلك المسيحيين في مصر كلها؟ اللي حصل ده يا جماعه ما يهزش مشاعركم خالص. كل سنه وانتم طيبين. بكره جاي وكل المسلمين وكل المصريين احنا واحد وروح واحده. بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. ومن خلال قناه الشباب تلك المناره الفضائيه المتالقه بنقول لكل الاخوه المسيحيين عام سعيد عليكم. واحنا كلنا معاكم. هنقف بكره انتوا جوه الكنيسه واحنا بره كمسلمين، درع بشري ليكم. ويا مرحب بالقنابل تيجي لنا احنا وانتوا جوه بنفديكم بروحنا. استاذ ايهاب. بهني يا فندم من الاخوه المسيحيين بمناسبه عيدهم، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين. اخيرا اعزائي المشاهدين، برنامج كلمة حق يبعت رسالة تعزية لكل ضحايا حادث الإسكندرية الأليم، وبيقف قلبا وقاربا مع المصابين. وأيضا برنامج كلمة حق وقناة شباب تبعث رسالة حب وتقدير وتهنئة إلى البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد السعيد المجيد، الذي أشادت به كل وجالات الأنباء والقيادات التنفيذية والسيادية إنه رجل المواقف الصعبة. نشكر شاهر نور الدين زميلي الحبيب، وأشكر إيهاب رئيس التحرير، على أمل أن نلتقي في الأسبوع الجاي مع شاهر نور الدين. الله يكرمك ويبارك فيك.